يعني مازال ما مريضاش، كنت واقفة على رجيلاتي حتى لواحد اللحظة جات واحد السيدة جارتنا بغات تسيق الأرض، حسيت بداك الماء طرش ليا على رجليا. صافي البنات ناضوا، أنا بقيت مستوكية في بلاصتي. اضطريت أنني نشد خطاف حيت أنا خفت من داك الوقت اللي أنا غادا فيه. هذاك الخطاف كان هاز 6 الناس والسابع نزل غير في الطريق. واحد اللحظة دخلنا لواحد لاصيرة ديال البنان، قلت ليه اخويا واش انت غلط في الطريق، راه انا ما جايش لهنا، راه انا غادا لبلاد زيان. هو يقول لي سيني يا اختي، عطيني واحد 5 دقائق وانا معك. من اللي هبط حل عليا الباب، قال لي هبطي. قلت له فين غنهبط اخويا واش منيت؟ قال لي هبطي غنهضر معاك وعاود يطلع. قلت لي ما غاديش نهبط، وصلني اخويا لدارنا. هي ديك اخوتي شدني من شعري وهبط ليا الفولار ديالي ودخلني لواحد لاصيره فيها واحد البيت فيه غاق الزر من الفوق، تكرفس عليا وداك مرجعيني كيسحب ليا ومت ليهم في الطريق. حتى لواحد اللحظه بديت كنرد واحد السبا خضر كنلوحو من صدري. هذاك السبا لا ما قطعتيش ما كيتقطعش. صافي مع المده لغدا داوني دارنا للطبيب. قال لي الطبيب غير العصبه بنتي اللي داير لك هذا الشيء هذا، ولكن انا بغيت نفهم كيفاش غيبت حيت العصب. اختي نجوى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حاول تحكي لنا قصة حياتك. قصة حياتي من عرس ولد عمي، وانايا حياتي تبدلات. انا كان العرس ديال عمي ديال ولد عمي كنت بخير يعني على ما يرام. مشيت لدار ولد عمي على اساس باش نعاونهم ونساعدهم، نتوما عارفه العائله. ملي مشيت اخوتي انايا جالسه بخير، وديك الوقت كنت مخطوبه يعني بالملاك ديالي، حتى قربت ندير العرس وكنت يعني مازال ما مريضاش، كنت واقفه على رجيلاتي. حتى لواحد اللحظه جات واحد السيده جارتنا بغات تسيق الارض، حسيت بداك الماء طرش ليا على رجليا. صافي البنات ناضوا، انا بقيت مستوكيه في بلاصتي كيسحاب ليهم دايرها بالعاني. فجات ماما قاصتني، غيبت ليهم في الارض لمده 3 سوايع، فقدت الوعي ديالي، غيبت ليهم. من بعد جاو دارنا بغاو يديوني للطبيب، ولكن جات بالحد. ملي جات بالحد ما لقاو حتى شي طبيب، تما مرجعيني كيسحاب ليا ومت ليهم في الطريق. حتى لواحد اللحظه بديت كنرد واحد السبا خضر كنلوحو من صدري. هذاك السبا لا ما قطعتيش ما كيتقطعش. صافي مع المده لغدا داوني دارنا للطبيب. قال لي الطبيب غير العصبه بنتي اللي داير لك هذا الشيء هذا، ولكن انا بغيت نفهم كيفاش غيبت حيت العصب ما يمكنش لي انا نغيب ونطيح فيكم ونعقل على حتى شي واحد واللسان ديال فمي يخرج كامل. هادشي كيعاودوا ليا غير عائلتي كيعاودوا ليا كيفاش حتى غيبتي. من بعدها انا بقيت هكاك، ولكن الصحه ديالي دقدقات، ما الصحه ديالي بقيت كنحس بها ماشي هي هذيك. من وراها مشيت نعست في السبيطار. مشيت شفت واحد الطبيب اخر صيفطني عطاني الدواء وقال لي غتبعيه فاش تقاديه خاصك تمشي تنعسي في سبيطار الغابه. ملي مشيت نعست في سبيطار الغابه تاع قنيطره نعست فيه 22 يوم. فاش كنت خارجه قال لي الطبيب تكتب ديري واحد التحاليل، ولكن دوك التحاليل راه غيتقاموا عليك غاليين، خاصك تشدي عليهم رونديفو في السويسي باش تقدري ديريهم فابور. هي هذيك اخوتي تميت انايا غاده، مشيت انا في الصباح شديت الطاكسي صفار بخير، مشيت مع الناس. ملي وصلت القنيطره شديت الطاكسي صغير وصلني حتى للسبيطار. بقيت كنساين في الطبيب حيت الطبيب كان داخل البلوك، كانت عنده عمليه مخرج عندي حتى الربعة ساهله عاد صايب ليا ديك التحاليل. ولكن انا ملي كنت خارجه حتى شي طاكسي ما بغى يهزني ولا يبغى يوقف ليا، اضطريت انني نشد خطاف حيت انا خفت من داك الوقت اللي انا غادا فيه. هذاك الخطاف كان هاز 6 الناس والسابع نزل غير في الطريق. ما علينا، الاخر كنا حنا 3 العيالات وجوج عيالات ومعاهم انا بنت و3 الرجال. ملي تمينا غاديين اخوتي كلشي هبط، بقيت غير انايا حيت انايا غادا لولاد زيان، وداك الخطاف غادي لجهه 2 حيت الحد ديالو كيوقف في 2. المهم اخوتي انا داك السيد بدا كيسول فيا فين كتسكني. بديت انا كنقول لك انا مع خالتي، انا بنت مولاي بوسلام ولكن جالسه مع خالتي في ولاد زيان. بدا كيديو كيجي معايا في الهضره غاصبري دابا تشافي. المهم نتوما عارفين كاي شخص بدا كيهضر معايا. حتى لواحد اللحظه دخلنا لواحد لاصيره ديال البنان، قلت ليه اخويا واش
راه انت غلط في الطريق، راه انا ما جايش لهنا، راه انا غادا لبلاد زيان. ويقول لي سايني يا اختي عطيني واحد 5 دقائق وانا معك. داكشي اللي كاين. بقيت كنتسنى، بقيت راكبه بوحدي في داك الخط مع داك الخطاف. ملي هبط حل عليا الباب قال لي هبطي. قلت لي فين غنهبط اخويا واش منيت؟ قال لي هبطي غنهضر معاك وعاود يطلع. قلت لي ما غاديش نهبط. وصلني اخويا لدارنا. هي ديك اخوتي شدني من شعري وهبط ليا الفولار ديالي ودخلني لواحد لاصيره فيها واحد البيت فيه غا قزير من الفوق وتكرفس عليا. وداك الوقت كانت عندي 14 عام ونص. دابا شحال داك العمر؟ دابا عندي 25 عام. مم. في عمري دابا 25. مم. ملي وقع داك المشكل وتعدى عليا وتكرفس عليا لمدة النهار كامل حتى لغدا في الصباح، خرجني لواحد الخلا وخلاني تمايا. جا واحد السيد عنده تريبورطو هو اللي عتقني. هو خاف، قال لي يا اختي انا راه موليدات ما بغيتكش ديري ليا المشاكل. قلت له خويا وصلني على دار خالتي اللي عطا الله عطاه، والله من جبدك. وفري داكشي اللي كاين. ملي وصلت لدار خالتي بقيت كنعاود ليها شنو وقع. خالتي لامتني قالت لي لا انت هاد السيد كتعرفيه. وانا كيفاش كنعرفو؟ انا مريضه ومخطوبه والخطيب ديالي كيتسنى فيا. صافي بقيت كنبكي دمرت. ملي جات جداتي حيت جداتي هي اللي مربياني. دارنا ما ديكلاراوش. بقيت هكاك بوحدي في البيت في الدار. يعني حياتي ولات عذاب. زدت دمرت. جات في صحتي، جات في شرفي. وكنفكر كي غندير نواجه الخطيب ديالي وشنو غنقول ليه وبزاف د الحوايج. المشكل الكبير هو الاب ديالي. انا الاب ديالي صعيب وواعر، ولكن انا الوالد ديالي ما ضربني ما اذاني. انا الوالد ديالي كان خالعني السكات ديالو. ما بقى لا كيهضر معايا حتى شي حاجه. وليت كنشوف با بحال المصدوم. وخوتي صغار ما زدت خلعت، زدت خفت على راسي. حتى لواحد النهار قالت لاختي سلمى، اختي قل مني كبر منا انا ب3 سنين. قلت لها اختي خصني نلقى شي حل، خصني نشوف شي جمعيه ولا شي خيريه اللي تعتقني. ميمكنش ليا نبقى بحال هكا. ساعدتني اختي وخرجت من الدار. مشيت للقنيطره عاوتاني جات الدائره كتحقق معايا. نكرت حتى والديا، قلت لهم انا ما عنديش والديا، انا كنت عايشه مع واحد السيده وفاش مرت رماتني الزنقه. انا غير كذبت باش نوصل لشي جمعيه اللي تقدر توقف معايا. وفريت 3 ايام وانا كنعس قدام الدائره. حتى نهار ثالث يوم عاد جا القيد وعيط لواحد الصافيط هما اللي داوني لواحد المؤسسه كيقولوا ليها جمعيه الدار الكبيره، وهي اللي وقفات معايا في الاغتصاب. داوني لمحكمه الجنايات كاينه في قنيطره. والمدعي عليه يلاه تحكمت عليه دابا ب5 سنين الحبس نافذه. صافي ملي بقى. ولكن من بعد الاغتصاب تنجب ليا الحمل. عرفت راسي حامله عليها. انا هربت من الدار ومشيت لديك الجمعيه هي اللي وقفات معايا. من بعد هذيك الجمعيه عرفتي داك اللي كان اغتصبك؟ عرفتي شكون؟ عرفات خالتي. فاش عطيتهم النعت هما جاو لدارنا وبغاو يديروا الحل، ولكن الاب ديالي قال لهم البنت مريضه ما عندكم ما ديروا ليها. ديك الساعه كنت مريضه؟ كنت مريضه كنت مريضه اخوتي. ومن بعد انني ديك الجمعيه فاش وصلت 18 عام جرات عليا. قال لي ما يمكنش خاصك تخوي الشونبر حيت حنا غدار عجازه. ومدير نور الدين هو وقف معايا على وديت الاغتصاب ودار لي واحد التحاليل مشاو حتى للخارج ورجعوا لقاهم مزيانه. يعني نقدر نوقف على رجليا. والاطباء كاملين كياكدوا لي انني غادي نوقف، خصني غير الترويض. وملي كنمشي للسادات كيقولوا لي ما رشاش عليك السحر وطال ليك ودابا راه ماشي لك مع العروق. وما فهمتش انا هذا المشكل ديالي واش ديال الله ولا ديال العبد، حيت انا كنت بخير ما كانت فيا حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين شحال من عام تجيب لك هذا الكرسي؟ من 2013 نجيب لك هذا الكرسي. وانا برك على الكرسي وانا مريضه. ما حياتي تقلبات. انا حياتي كانت غدا زوينه واخا مرات عائلتي ما فاتتنيش، ولكن فاش وقع الاغتصاب كلشي تخلى عليا. صافي من بعد ملي عرفت راسي حامله. ومن بعد المره ملي ما كنلقاش باش نخلص لك راه كنمشي نعس في القامره ديال الرباط قبل ما يسدوها. تفرجت اخوتي الغاز وتغطيت بالكرطون. دي حياتي. ولدت في السويس 6 ايام وانا في الانعاش. خرجت بولدي طريبيه للزنقه. ملي كنجمع الفلوس كنمشي نكري بسله. ملي ما كنلقى باش نخلص الكرا كنمشي نرجع نعس في الزنقه. تكرفست بولدي هكا قدامي، ولكن ولدي فاش كان صغير كنت غالبه عليه. لكن دابا انا ولدي في عمره 5 سنين خصو يقرا، خصو بزاف د الحوايج في الحسنيه.
الحسنية عند شي ناس. خليها نمشي. ملي جيت المحمدية هادي 6 شهور ديتو ليهم بلا ما قدت الامور ديالي، حيت انا ملي جيت المحمدية ما كان عندي والو، هاد شويه ديال الفراش اللي كتشوفوا راه عطاوها ليا غير الناس حيت انا ما عنديش. صافي من بعدا خوتي انا مشيت ورا رمضان، جمعت شويه البركه ديال الفطره، مشيت درت هاد الهريم هذا عاوتاني طلع بخير، طلع مزيان، عطاني الترويض والدواء غنرجع مزيان، ولكن انا ما قدرتش ندير الترويض حيت ما عنديش. دابا شكون اللي ما عندكش فلوس؟ ما عنديش باش نعالج راسي وبزاف د الحوايج. انا كنخرج نبيع كلينيك سبب الاتحاد هو باش كنقدر نخلص الكراه والموظف، هو باش كنقدر نخلص الموظف. دابا انا خوتي ما طالبه لا فلوس لا دار لا حتى شي حاجه، يشوفوا على حال صحتي باش نقدر نكون بولدي، حيت ما عندي شي واحد من غيري. انا ولدي ملي مشيت شفتو اخر مره قال لي واحد الحاجه بقى فيا الحال، قال لي ماما فين هو بابا؟ ما عرفتش ما نقول ليه، حيت الرئيس قال لي شنو كطالبي؟ قال لي واش تسمحي لي؟ قلت ما نسمحش ليه، قلت انا كنطالب على اوراق ولدي وحقوق ولدي، انا ميمكنش لي نعيش مع هاد السيد حيت دمر ليا حياتي، حيت جاو دارهم قال لك نتكلفوا بها نعتنيو بها تعيش معنا، ولكن انا خفت نشوف راسي ما لقيتش الخير حتى في عائلتي وغنلقاه مع شي واحد اخر اللي دمر ليا حياتي. اللهم صافي فكرت انني نشد داك الوليد ونموت معاه، نتمنى من الله نلقى فيه الخير. انا كنطالب من حاجه واحده، يشوفوا ليا غير في ولدي، حيت راه ما عندوش شكون اللي يكون به. انا ماما انا بابا، يعني انا كلشي بالنسبه لي، وانا بغيت نشوف ولدي قاري، بغيت نشوف ولدي لاباس عليه، ما بغيت حتى شي حاجه من خوتي، بغيت نوقف على رجيلاتي وشي حد يتكلف ليا بالولد. هادشي اللي كاين اخوتي وما قدرتش نهضر هادشي هذا قبل حيت كنت خايفه وما عارفه فين نمشي وجايه للمدينه يعني وغريبه وما تايقه حتى شي واحد. هادشي اللي كاين اخوتي، انا كنطلب من الله ومن خوتي يعاونوني على الترويض وعلى ولدي حتى ما مع حتى شي واحد.